يوم 19 أغسطس سنة 1979 في واحدة اسمها إيدا كين عندها 44 سنة خرجت عشان تتمشى شوية في منتزه جبلي موجود قريب من سان فرانسيسكو. الست دي كانت متعودة إنها تتمشى لوحدها لمسافات طويلة كنوع من أنواع الرياضة، بس في اليوم ده تحديدا إيدا ما رجعتش للبيت مرة تانية. زوجها بدأ إنه يدور عليها وكان بيسأل عليها كل الناس اللي يعرفوها، ولما لقى إن مفيش أي أثر ليها قرر إنه يكلم الشرطة. الشرطة في البداية كانوا فاكرين إن اختفائها ده كان مجرد حادثة عشان كده مش عارفة ترجع للبيت، ما كانوش يعرفوا إن اختفاء إيدا هو مجرد بداية لسلسلة كبيرة جدا من الجرائم واللي عدد الضحايا فيها هيوصل لأكتر من 10 ضحايا. يا ترى مين القاتل المتسلسل ده وإيه الجرائم اللي هو عملها وإزاي قدر يعمل كل الجرائم دي خلال سنتين بس والشرطة ما يعرفوش عنه حاجة؟ ده اللي هنعرفه من أحداث قصتنا. بس قبل ما نبدأ زي ما تعودنا عايزين ندعي لإخواتنا المظلومين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويصبرهم. الشرطة بدأوا عملية البحث عن إيدا عند المكان اللي هي كانت متعودة تتمشى عنده، وفعلا بعد فترة من بداية البحث لقوا العربية بتاعتها كانت واقفة عند الجراج بس ما كانش فيه أي أثر ليها. تاني يوم الشرطة كملوا عملية البحث بتاعتهم وقدروا فعلا إنهم يلاقوا جثتها، بس كان واضح جدا إن اللي حصل لإيدا في اليوم ده مش مجرد حادثة. إيدا كانت واقعة على الأرض في وضعية الركوع وكانت مضروبة بالرصاصة في راسها من الخلف، وواضح جدا إن في حد أجبرها إنها تعمل حركة الخضوع دي قبل ما يرتكب الجريمة. الشرطة لما بدأوا يدوروا في المتعلقات الشخصية بتاعتها لقوا إن البطاقة البنكية والفلوس اللي كانت معاها كلها كانت مسروقة من المحفظة بتاعتها. بس الغريب برضو بالنسبة للشرطة إن النضارة بتاعت الضحية ما كانش ليها أي أثر في مسرح الجريمة. الشرطة كانوا مستغربين شوية من مسرح الجريمة، لأن لو الدافع من الجريمة دي كان السرقة إزاي المجرم هيسيب الضحية بالمجوهرات بتاعتها؟ عشان كده الشرطة بدأوا يفكروا إن الدافع من الجريمة دي كان الاعتداء على الضحية. بس الحاجة اللي كانت غريبة برضو بالنسبة لهم إن نتيجة التشريح بتقول إن مفيش أي آثار اعتداء على الضحية. طب يا ترى لو الدافع من الجريمة ما كانش السرقة ولا الاعتداء، ممكن يكون إيه الدافع من الجريمة اللي حصلت؟ الشرطة ما قدروش يوصلوا من خلال تشريح الجثة لأي جديد في القضية. عشان كده القضية بتاعت إيدا اتحولت لقضية باردة بسبب نقص الأدلة. طبعا لحد الوقت ده الشرطة ما كانوش يعرفوا إن الجريمة دي كانت مجرد بداية لسلسلة كبيرة من الجرائم بيرتكبها قاتل متسلسل خطير جدا، لأن بعد شهرين وتحديدا يوم 21 أكتوبر سنة 1979 في مجموعة من الشباب كانوا بيتمشوا مع بعض على مسار مخصص للمشي. الشباب دول لقوا مجموعة من المفاتيح كانت واقعة على الأرض وكان عليها بقع دم. فضلوا يستكشفوا المنطقة اللي لقوا فيها المفاتيح دي لحد ما لقوا جثة البنت كانت مرمية على الأرض وواضح إنها ميتة في المكان ده من فترة. الشباب دول بلغوا الشرطة والشرطة وصلوا للمكان وقدروا يحددوا إن الضحية اللي معاهم هي ماري فرانسيس اللي عندها 23 سنة. الجثة بتاعت ماري كانت مدفونة تحت طبقة رقيقة جدا من التراب، ولقوا إنها تعرضت للطعن 25 مرة في منطقة الرقبة والصدر والظهر، ومسرح الجريمة كان دموي جدا. ماري أصلا كانت لسه نقلة جديد للمنطقة وكانت بتتدرب في مكتب للمحاسبة، وفي اليوم اللي حصلت فيه الجريمة كانت خارجة عشان تجري شوية في المكان المخصص للمشي، بس اتقتلت بالطريقة الصعبة اللي شفناها. الشرطة من البداية كانوا ملاحظين أوجه الشبه الكتيرة اللي بين الجريمة دي والجريمة اللي حصلت لإيدا من شهرين تقريبا، لأن الجريمتين كانوا حصلوا على طريق مخصص للمشي والجثتين ما تعرضوش للاعتداء، وكان واضح كمان إن الجريمتين دول ما كانوش بغرض السرقة. بس للأسف لحد دلوقتي الشرطة ما عندهمش أي مشتبه فيه ولا حتى أي دليل ممكن إنه يوصلهم للمجرم. عشان كده زيها زي اللي قبلها القضية دي اتحولت لقضية باردة. بعد حوالي 5 شهور وتحديدا يوم 8 مارس سنة 1980 الشرطة اكتشفوا جثة جديدة في نفس المكان اللي اكتشفوا فيه جثة إيدا اللي هي يعني الضحية الأولى. الضحية المرة دي كانت باربرا شورتز اللي تعرضت للطعن أكتر من مرة بنفس الطريقة اللي ماري اتقتلت بيها. بس المختلف في الجريمة دي عن الجريمتين اللي فاتوا إن الشرطة المرة دي عندهم شاهد
ممكن إنه يوصلهم للمجرم. في اليوم ده كان في عداءة بتجري في نفس المنطقة. العداءة دي بتقول للشرطة إنها شافت واحد كان شكله غريب شوية بيقرب من باربرا، والموضوع لفت انتباهها لأن الكلب بتاع باربرا كان بينبح بصوت عالي. الراجل ده لما قرب منها بدأ إنه يطعنها أكتر من مرة وهي وقعت على الأرض، وهو هرب بسرعة من مسرح الجريمة. الشرطة طلبوا من الست دي إنها توصف لهم شكل الراجل اللي هي شافته، وهي قالت إن الراجل ده كان شعره داكن وأنفه شبه الصقر، وكان واضح عليه إنه شاب رياضي في العشرينات من عمره. الشرطة كمان بدأوا يدوروا في مسرح الجريمة ولقوا هناك نضارة عليها بقع دم، وكان عندهم أمل إن النضارة دي تكون بتاعة المجرم ووقعت منه بالغلط. تشريح جثة باربرا وضح للشرطة إنها تعرضت للطعن 12 مرة، ورغم إن الشرطة ما لقوش السلاح بتاع الجريمة في الوقت ده، إلا إن في مجموعة من الأطفال كانوا بيتمشوا في نفس المنطقة بعد يومين من الجريمة اللي حصلت، ولقوا سلاح الجريمة كان موجود هناك وسلموه للشرطة. للأسف الشرطة لما كانوا بيدوروا على بصمات على السلاح ده لقوا إن كل البصمات كانت أتلفت تقريبا، لأن السلاح كان موجود مع الأطفال قبل ما يوصل للشرطة. عشان كده الشرطة حاولوا إنهم يتتبعوا السكينة دي ويعرفوا هو المجرم اشتراها منين بالظبط، بس للأسف الموضوع كان صعب جدا والشرطة ما قدروش يوصلوا لأي جديد من خلاله. عشان كده الشرطة كانوا شايفين إن أملهم الوحيد في إنهم يوصلوا للمجرم هي النضارة اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة. الشرطة عرفوا إن النوع ده تحديدا من النضارات كان بيتباع في السجن، عشان كده استنتجوا إن المجرم كان مسجون قبل كده واشترى النضارة دي في فترة وجوده في السجن. فعلا الشرطة تواصلوا مع ال FBI وسألوهم لو في أي مجرم ممكن يكون خرج من السجن قريب ومتوافق مع المواصفات اللي معاهم. ال FBI استجاب للشرطة وجمع قائمة بأسماء المجرمين اللي كانوا متهمين قبل كده بجرائم عنف وقدموا القائمة دي للشرطة، بس للأسف برضو القائمة دي ما وصلتهمش لأي جديد في القضية. الشرطة كمان بدأوا يتكلموا مع الناس اللي متعودين يتمشوا كل يوم وسألوهم لو حد فيهم بيشوف شخص غريب أو حد بيعمل تصرفات غريبة في المكان. فعلا في عدد من الناس قالوا إنهم بيشوفوا راجل في بداية الأربعينات لابس جاكيت أسود ونضارة وطول الوقت بيتمشى لوحده، بس للأسف الشرطة مش هيركزوا مع المعلومات دي بشكل كبير لأن المواصفات اللي الناس كانت بتقولها كانت مختلفة تماما عن المواصفات اللي قالتها الشاهد الرئيسي في القضية. في نفس اليوم اللي حصلت فيه جريمة قتل باربرا الشرطة عملوا مقابلة مع واحد كان مصاب بجروح في إيده، ولما سألوا الراجل ده عن سبب الجروح قال لهم إن فيه هجوم حصل على المتجر اللي هو بيشتغل فيه وهو كان بيدافع عن نفسه. الشرطة كانوا شايفين إن الراجل ده كان هادي جدا وهو بيتكلم معاهم وواضح عليه إنه مش بيكذب، عشان كده أخدوا منه المعلومات عن المتجر اللي اتعرض للهجوم وبعدين سابوه يمشي. وفي نفس اليوم الراجل الطيب اللي اتعرض للهجوم في المتجر بتاعه ده اتجه لمتجر بصريات وعمل نظارة كانت نفس النوع اللي الشرطة لقوها في مسرح الجريمة. أكيد كل الحاجات دي ما كانتش مجرد صدفة، ولو الشرطة كانوا أخدوا بالهم إن مفيش أي هجوم حصل على أي متجر كانوا ممكن يقبضوا على القاتل المتسلسل قبل ما يعمل الجرائم اللي هنتكلم عنها. الجريمة اللي بعد كده حصلت يوم 19 أكتوبر سنة 1980 لما واحدة اسمها آن ألدرسون عندها 26 سنة خرجت عشان تتمشى شوية في منتزه ماونت تام، بس ما رجعتش للبيت مرة تانية. تاني يوم في واحد كان بيتمشى في نفس المكان ده ولقى الجثة بتاعتها مرمية على الأرض وكلم الشرطة. الشرطة لما وصلوا لمسرح الجريمة لقوا جثة آن كان وشها للأرض وكانت مضروبة بالنار في مؤخرة راسها، وواضح إنها برضو كانت في وضعية الركوع وقت ما المجرم كان بيضرب عليها نار. المحققين اتوقعوا إن المجرم استخدم مسدس من عيار 44 زي ما حصل مع الضحية الأولى، بس لما بعتوا الجثة للتشريح اكتشفوا إن المسدس المرة دي كان من عيار 38. الحاجة برضو اللي مختلفة في القضية دي إن الضحية المرة دي اتعرضت للاعتداء والحمض النووي للمجرم كان موجود على جسمها. معنى الكلام ده إن المجرم اعتدى عليها وبعدين سمح لها إنها تلبس الملابس بتاعتها وبعدين قرر إنه يقتلها. الشرطة لقوا كمان إن فردة الحلق اليمين كانت مفقودة واستنتجوا إن المجرم هو اللي أخدها. الشرطة في الوقت ده كان عندهم 4 جرائم قتل منهم 3 حصلوا على نفس الطريق، عشان كده الشرطة استنتجوا إنهم في الوقت الحالي بيتعاملوا مع قاتل متسلسل خطير جدا. استنتجوا كمان إن كل الحاجات اللي كانت مفقودة من مسرح الجريمة أكيد المجرم هو اللي كان بياخدها كتذكار بعد الجريمة اللي هو بيعملها. بعد 3 أيام بس من اكتشاف جثة آن الشرطة لقوا ضحيتين تانيين في بيت موجود في ميل فالي،
والمرة دي الشرطة هيبقى عندهم أدلة كتير ممكن إنها توصلهم للمجرم. في اليوم ده في واحد تواصل مع الشرطة وقال لهم إنه لاحظ إنه مش بيسمع أي حاجة عن جيرانه بقاله يومين أو أكتر، عشان كده طلب من الشرطة إنهم يجوا للبيت ويشوفوا إيه اللي بيحصل. الشرطة وصلوا فعلا للبيت ده، وأول لما دخلوا هناك لقوا إدوين ماك اللي عنده 40 سنة كان مضروب بالنار أكتر من مرة. بدأوا يدوروا في باقي البيت ولقوا والدته هيلين اللي عندها 75 سنة كانت نايمة في سريرها ومتغطية ببطانية ومضروبة برصاصة في راسها. الشرطة عرفوا إن أخو إدوين الصغير واللي اسمه مارك كان عايش معاهم في نفس البيت، وتحديدا كان عايش في الطابق السفلي. الشرطة توقعوا إنهم لما ينزلوا للطابق السفلي هيلاقوا جثة مارك موجودة هناك، بس لما وصلوا لهناك لقوا مارك مش موجود في البيت. الشرطة لقوا ورقة مرمية هناك وكان مكتوب فيها رسالة وموقعة من واحد اسمه مستر هيت، ولقوا كمان مجموعة من الأسلحة وأغلفة الرصاص من عيار 38. بعد فترة في صحيفة محلية نشرت مقال، واللي قالت إن المقال ده عبارة عن رسالة من واحد بيقول إن هو اللي عمل جريمة إيدن وهيلين. فعلا الشرطة اتأكدوا إن الطريقة اللي مكتوب بيها المقال ده بتشبه للطريقة اللي المجرم كان كاتب بيها الرسالة اللي كان سايبها في البيت. عشان كده أول حاجة الشرطة فكروا فيها إن مارك هو اللي قتل أخوه وأمه وهرب من البيت بسرعة قبل وصول الشرطة. الشرطة فعلا عملوا مؤتمر صحفي كبير وطلبوا فيه من مارك إنه يسلم نفسه للشرطة، ومارك فعلا سلم نفسه للشرطة وكان معاه سلاح من عيار 38. مارك اعترف إن هو اللي قتل أخوه وأمه، بس قال للشرطة إنه قتل إدوين لأنه كان شايف إنه وحش بيأذي كل الناس اللي حواليه وإن لازم حد يوقفه عند حده. قال كمان إنه اضطر بعد كده إنه يقتل أمه عشان ما تكتشفش الجريمة اللي هو عملها في أخوه. الشرطة لما بدأوا يفكروا في الكلام اللي مارك كان بيقوله استنتجوا حاجة من اتنين: إما إن مارك كان هو القاتل المتسلسل اللي هم بيدوروا عليه، أو أخوه هو القاتل المتسلسل ومارك قرر إنه يقتله عشان يوقف سلسلة الجرائم اللي هو بيعملها. بس المفاجأة إن الشرطة لقوا إن المسدس اللي كان موجود مع مارك ما كانش متطابق مع المسدس اللي تم استخدامه في جريمة قتل آن. لقوا كمان إن البيت بتاع مارك ما كانش فيه أي دليل بيربطه بأي جريمة من الجرائم اللي حصلت على الطريق. وأكتر حاجة كانت سبب في إن الشرطة يستبعدوا مارك من إنه يكون القاتل المتسلسل اللي هم بيدوروا عليه إن الجرائم بتاعت القاتل المتسلسل ما وقفتش بعد دخول مارك للسجن. يوم 29 نوفمبر سنة 1980 الشرطة كانوا بيدوروا على واحدة اسمها شونا ماي واللي كان عندها 25 سنة. شونا كانت المفروض تقابل أصحابها في محمية رياس، بس هم ما يعرفوش عنها أي حاجة من وقت اختفائها. الشرطة هم بيدوروا هناك على شونا اكتشفوا جثتين لواحد اسمه ريتشارد ستيواردز عنده 19 سنة وخطيبته سينسيا مورلاند اللي عندها 18 سنة، والاتنين كانوا مضروبين بالنار في راسهم. الشرطة عرفوا إن الاتنين دول كانوا مفقودين من يوم 11 أكتوبر وكانوا مضروبين بنفس السلاح اللي أنا اتقتلت بيه قبل كده. معنى كده إن هم ضحية للقاتل المتسلسل اللي الشرطة بيدوروا عليه من البداية. الشرطة حددوا كمان إن الاتنين ماتوا في نفس اليوم اللي اختفوا فيه، معنى كده إن الاتنين اتقتلوا قبل الجريمة اللي حصلت الآن. الشرطة بدأوا يدوروا حوالين مسرح الجريمة على أمل إنهم يلاقوا هناك أي دليل يوصلهم للمجرم، بس المفاجأة إن على بعد 200 متر بس من الجثتين اللي الشرطة لقوهم لقوا جثتين تانيين شكلهم كان صعب جدا. الجثتين دول كانوا عاريين تماما ووشهم في الأرض، وواضح إنهم اتضربوا بالنار وهم في وضع الركوع. واحدة من الضحيتين دول كانت شونا ماي اللي أصلا الشرطة كانوا بيدوروا عليها من البداية. الشرطة لقوا علامات على معصم إيديها بتدل إنها كانت مربوطة وكانت مضروبة بالنار 3 مرات في راسها. الشرطة اكتشفوا كمان إنها تعرضت للاعتداء ولقوا الحمض النووي المجرم كان موجود على جسمها. الجثة التانية كانت لديانا أوكونيل اللي عندها 22 سنة واللي برضه كانت مضروبة بالنار وكان في علامات خنق على رقبتها. الشرطة برضه حددوا إن ديانا تعرضت للاعتداء بس ما كانش فيه أي حمض نووي للمجرم موجود على جسمها. ورغم إن الضحيتين ما كانوش يعرفوا بعض إلا إن تقرير الطب الشرعي وضح للشرطة إن الاتنين اتقتلوا في نفس اليوم تقريبا. الشرطة افترضوا إن المجرم كان بيعتدي على واحدة من الضحيتين والضحية التانية شافت كل اللي بيحصل، عشان كده قرر إنه يقتلها قبل ما تقول على الجريمة اللي هو عملها. كده في نفس اليوم الشرطة لقوا 4 ضحايا في نفس المكان وماتوا بنفس الطريقة اللي القاتل المتسلسل ده بيرتكب بيها جرايمه. عشان كده الشرطة في الوقت ده كانوا حاسين إن الأمور خرجت عن السيطرة تماما
والوتيرة بتاعت القاتل المتسلسل كانت بتزيد بشكل كبير. عشان كده بدأوا يعملوا تحذيرات للناس إنهم ما يخرجوش ويتمشوا لوحدهم، وتحديدا كانوا بيحذروا الستات لأنهم لازم ياخدوا بالهم وهم خارجين من البيت. الشرطة كمان عملوا مؤتمر صحفي أعلنوا فيه للناس إن كل الجرائم اللي بتحصل دي مرتبطة ببعض، وإن القاتل المتسلسل اللي هم بيدوروا عليه هو شخص مضطرب نفسيا وبيتلذذ بتعذيب الضحايا بتوعه. الناس اللي عايشين في المنطقة كانوا خايفين جدا، وكل واحد فيهم كان خايف إن هو اللي يكون عليه الدور. عشان كده في الفترة دي ما كانش فيه أي حد بيخرج يتمشى، ولما حد كان بيتهور ويخرج عشان يتمشى في المكان ده الشرطة كانوا بيوقفوه ويحذروه من القاتل المتسلسل اللي ممكن يستهدفه. الشرطة كمان بدأوا يتكلموا مع الشهود اللي قالوا إنهم شافوا شخص غريب في المنطقة، وبناء على كلام الشهود دول الشرطة عملوا رسمة تقريبية للمجرم ونشروها لكل الناس على أمل إن أي حد يتعرف عليه ويكلم الشرطة. في الوقت ده ال FBI قرر إنه هيتدخل واستعان بمجموعة من العلماء عشان يكونوا ملف شخصي للمجرم اللي هم بيدوروا عليه. العلماء دول قالوا إن المجرم ده هو راجل بيتراوح سنه من 28 ل 35 سنة، شخصيته قوية وشكله جذاب، وده بيخلي الضحية ترتاح معاه من النظرة الأولى. افترضوا كمان إن المجرم بيعمل الجرائم دي عشان يحس بالنشوة وإنه مبسوط، مش بيقتل لدافع جنسي ولا بغرض السرقة. ال FBI قرر بعد كده إنه يستعين بالمحقق جون دوجلاس، واللي سمعنا اسمه في قضايا كتير قبل كده، ومحقق تاني اسمه روي هازرود. الاتنين محققين دول راجعوا كل ملفات القضية وعرفوا الشكل اللي بيظهر بيه أي مسرح جريمة للمجرم، وبعد بحث كتير جدا استنتجوا إن المجرم اللي هم بيدوروا عليه هو راجل عايش في المنطقة وعارف كل التضاريس بتاعت المكان. حددوا كمان إنه شخص خجول جدا ومنعزل على نفسه، وممكن كمان يكون بيعاني من إعاقة في الكلام. المحققين قالوا إن في مثلث كده معظم القتلة المتسلسلين مش بيخرجوا منه. أول حاجة إنه يكون عندهم هوس بالنار، تاني حاجة إن عندهم قسوة تجاه الحيوانات، تالت حاجة إنهم بيعملوا حمام على نفسهم في فترة الطفولة أكتر من المتوقع بسبب القسوة اللي بيتعرضوا لها وهم أطفال. في النهاية استنتجوا إن المجرم اللي هم بيدوروا عليه هو راجل أبيض في الثلاثينات من عمره وذكي جدا، واحتمال كبير يكون دخل السجن قبل كده بتهمة التحرش. قالوا كمان إن احتمال كبير يكون الراجل ده اتعرض لحاجة صعبة خلال سن المراهقة هي اللي بتديله الدافع إنه يرتكب الجرائم بتاعته. وأكتر حاجة كانت صعبة المحققين دول استنتجوها إن المجرم ده ما كانش ليه نمط معين للجرائم اللي هو بيعملها، يعني هو مجرد ما يشوف حد قدامه ويلاقي فرصة إنه يقتل الشخص ده بينفذ الخطة بتاعته وبيرتكب الجريمة. في الوقت ده المحققين في القضية ما اهتموش قوي بالكلام اللي قاله دوجلاس وصديقه، لأن الاتنين كانوا لسه في بداية رحلتهم ومحدش كان يعرفهم. كمان المحققين كانوا شايفين إن تفصيلة إن المجرم كان عنده صعوبة في الكلام صعب جدا إن حد يستنتجها، عشان كده كانوا شايفين إن الاتنين دول بيقولوا أي كلام، وأكيد كلام علماء النفس إن المجرم ده كان شخص جذاب وبيعرف يستدرج الضحايا هو الكلام الأدق. ويوم 19 مارس سنة 1981 المجرم هجم على اتنين في منتزه اسمه هنريك ويل ريدوود موجود في حديقة سانتا. بس المختلف في الهجوم اللي حصل ده إن كان فيه ناجي من الهجوم اللي حصل. إيلين ماري هانسون وصديقها ستيفن هيرل كانوا طلاب في جامعة كاليفورنيا وخرجوا عشان يتمشوا شوية مع بعض، وهم في الطريق شافوا راجل كان واقف على جنب الطريق بس محدش منهم اتكلم معاه. ولما كانوا راجعين من نفس الطريق ده شافوا نفس الراجل واللي قرب منهم وقال دي تاني مرة أقابلكم فيها، وخرج مسدس من معاه وطلب منهم يقربوا ناحيته. أول لما قرب منهم قال لهم إنه هيعتدي على إيلين وهيسيبهم يمشوا، بس الاتنين رفضوا الكلام ده، عشان كده ضرب عليهم نار 4 مرات. في 3 رصاصات من اللي هو ضربهم جت في إيلين، والرصاصة الرابعة جت في رقبة ستيفن اللي انهار في الأرض وفقد الوعي. المجرم كان فاكر إن ستيفن خلاص مات، عشان كده هرب من المكان. ستيفن لما فاق لقى إيلين ميتة جنبه وحواليه كمية كبيرة جدا من الدم، عشان كده كلم الشرطة وقال لهم على كل اللي حصل. الشرطة أول لما وصل لمسرح الجريمة شافوا على طول وجه الشبه الكبير اللي بين الجريمة دي وبين الجرائم بتاعت القاتل المتسلسل، رغم ان الجريمة دي كانت حصلت في مكان مختلف. الشرطة كمان لقوا بصمة حذاء للمجرم كانت موجودة في مسرح الجريمة، ده غير ان ستيفن اللي نجا من الهجوم اللي حصل ممكن يقول للشرطة على مواصفات المجرم بشكل أدق ويقدروا انهم يوصلوا للمجرم. ستيفن قال للشرطة ان المجرم ده كان عنده حوالي 50 سنة
وكان لابس نظارة وقبعة بيسبول، وكان لابس جاكيت لونه ذهبي. في كمان عدد من الشهود قال للشرطة إنهم شافوا راجل بنفس المواصفات دي كان بيهرب من المكان بعد ما سمعوا صوت ضرب نار. واحدة من الشهود دول واللي كانت بنت عندها 10 سنين بس قالت للشرطة إنها شافت المجرم وهو بيهرب من المكان في عربية فيات لونها أحمر. الشرطة حددوا كمان إن السلاح اللي حصل بيه الجريمة دي كان نفس السلاح اللي هو عيار 38 واللي حصلت بيه جرائم القتل المتسلسل اللي اتكلمنا عنها قبل كده. الشرطة نشروا الصورة الجديدة للمشتبه فيه، وفعلا بدأ يوصل لهم رسائل ومكالمات كتير جدا عن مشتبه فيهم محتملين. الشرطة لما كانوا بيراجعوا الرسائل والمكالمات اللي بتوصلهم من الناس لفت انتباههم مكالمة من واحدة اسمها روبرتا باترسون، وبتقول إنها شاكة في واحد قابلته قبل 26 سنة لما كانت في رحلة بحرية لليابان. روبرتا بتقول إنها شاكة في الراجل ده لأن كان شكله غريب جدا وكان بيضايق بنتها اللي كانت في سن المراهقة في الوقت ده. طبعا المكالمة دي كانت عادية جدا وممكن أفراد الشرطة يتجاهلوها، خصوصا وإنها بتقول إنها قابلت الراجل ده من 26 سنة. بس الست دي هتقول للشرطة على تفصيلة صغيرة كده هتخليهم يدوروا ورا الراجل ده عشان يعرفوا هو مين. الست دي قالت للشرطة إن الشخص اللي هي بتشك فيه كان عنده إعاقة في الكلام، يعني بنفس المواصفات اللي جون دوجلاس كان بيقولها عن المجرم. قالت كمان إنها تعرف اسم الراجل ده وقالت لهم إن اسمه ديفيد كاربنتر. الشرطة بدأوا يدوروا أكتر ورا الاسم ده عشان يعرفوا هو مين ديفيد ده وهل فعلا ممكن يكون هو المجرم ولا لأ. ديفيد كاربنتر اتولد يوم 6 مايو سنة 1930 في سان فرانسيسكو، وزي ما كل الناس توقعوا طفولة ديفيد كانت صعبة جدا. ديفيد كان بيتعرض للضرب كتير جدا من أبوه اللي كان مدمن كحول، ده غير إن والدته كانت ست مسيطرة جدا وبرضه كانت بتضربه. ديفيد كان بيواجه صعوبة كبيرة جدا في التواصل مع الناس اللي حواليه، عشان كده كان طول الوقت بيتعرض للتنمر من زمايله في المدرسة. وزي ما المحققين قالوا بالظبط ديفيد فعلا كان بيعمل حمام على نفسه كتير جدا أكتر من الأطفال الطبيعيين. كمان كان متعود إنه يعذب الحيوانات عشان يخرج الغضب اللي جواه. خلال سنين المراهقة وتحديدا لما ديفيد كان عنده 14 سنة بس اتحكم عليه بالسجن بسبب ارتكاب جريمة جنسية، بس الشرطة ما أعلنوش عن تفاصيل الجريمة دي. ولما كان عنده 17 سنة اتحكم عليه بالسجن بسبب التحرش بولاد عمه الصغيرين، بس خرج من السجن بعد سنة واحدة بس وهو عنده 18 سنة. ديفيد استمر في استهداف الأطفال لفترة، وبعد كده الجرائم بتاعته وقفت سنة 1955 لما اتجوز من واحدة اسمها إيلين هيدل، لأنه كان بيطلع كل الغضب اللي جواه على إيلين نفسها. وبعد ما الاتنين خلفوا مع بعض 3 أطفال، ديفيد ما كانش مكتفي بزوجته ورجع للعنف مرة تانية. واحدة من حالات العنف اللي عملها ديفيد كانت سنة 1960 لما قابل واحدة اسمها لويس دي أندرادي كانت معاه في الشغل، وعرض عليها انه ياخدها معاه في العربية لحد الشغل بدل ما تستنى الأتوبيس، وهي وافقت انها تروح معاه. وبدل ما ياخدها للشغل أخدها لطريق مقطوع ووقف العربية وربطها بحبل غسيل كان موجود معاه وهددها بالسكينة عشان يعتدي عليها. لويس حاولت انها تهرب منه، عشان كده طعنها بالسكينة اللي معاه في ايديها اكتر من مرة وضربها على راسها كتير جدا، وكانت قريبة جدا من انها تبقى ضحيته الاولى. بس من حسن حظها ان في ضابط دورية كان معدي في المكان وهدد ديفيد بالسلاح اللي معاه وقدر انه يقبض عليه. ورغم ان ديفيد كان ضربها كتير جدا بالمطرقة على راسها الا انها نجت من الهجوم اللي حصل عليها ده بأعجوبة. الشرطة لما سألوا ديفيد عن اللي حصل قال لهم انه مش فاكر اي حاجة عن الهجوم اللي حصل ومش عارف هو ليه عمل كده. الشرطة اتهموه بالشروع في قتل ومحاولة الاعتداء تحت تهديد السلاح واتحكم عليه بالسجن 14 سنة. لويس بتقول ان خلال فترة الاعتداء اللي حصلت عليها ديفيد ما كانش متلعثم تماما وكان بيتكلم معاها بكل طلاقة عكس الطبيعة بتاعته. ديفيد لما دخل السجن اتشخص بانه مصاب باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، ولما قضى 9 سنين في السجن الأطباء النفسيين كانوا شايفين انه مش بيشكل اي خطر على الناس اللي حواليه، وخرج من السجن سنة 1969. طبعا لما كان في السجن زوجته كانت اتطلقت منه، وفي أوائل سنة 1970 ديفيد كان متهم في أكتر من جريمة اعتداء، منهم واحدة حصلت يوم 27 يناير سنة 1970 لما وقف قدام عربية بتاعت واحدة وعمل يعني إنها خبطته بالعربية بتاعتها. ولما الست دي خرجت عشان تشوف فيه إيه
حاول إنه يعتدي عليها وطعنها، بس قدرت إنها تهرب منه. في نفس اليوم حاول إنه يخطف واحدة تانية من بيتها ويعتدي عليها، بس الحمد لله اتقبض عليه يوم 3 فبراير واتحكم عليه بالسجن 9 سنين. بس المرة دي لما ديفيد اتعرض على الدكاترة النفسيين قالوا إن هو كل ما يتعرض لضغط في حياته يقرر إنه يرتكب جريمة نفسية، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرغ الغضب اللي جواه. ديفيد لما خرج من السجن سنة 1979 الشرطة بعتوه لدار رعاية عشان يتعلم هناك أي حاجة يشتغلها ويبعد عن طريق الجريمة. فعلا ديفيد أخد دورة في الطباعة، وقدروا كمان إنهم يوفروا له وظيفة بعد الدورة دي، وكان بيشتغل في وظيفة تانية في شركة مبيعات، وواضح جدا إنه اتغير للأفضل. بس للأسف التغير ده ما استمرش كتير، لأنه بدأ سلسلة الجرائم بتاعته بجريمة قتل إيدا كين اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. بعد الجريمة دي ديفيد خرج من دار الرعاية اللي كان فيها ورجع عشان يعيش مع عيلته، واستمر بقى في باقي الجرائم اللي اتكلمنا عنها في الفيديو. ورغم السنين الكتيرة اللي ديفيد قضاها في السجن بسبب هجماته على الستات، إلا إن ديفيد ما كانش واحد من الناس اللي ال FBI كتبوا اسمه في القائمة اللي بعتوها للشرطة. ولولا مكالمة الست اللي قابلته من أكتر من 26 سنة الضحايا بتوع ديفيد كانوا هيبقوا أكتر من كده بكتير. بس للأسف برضو الضحايا بتوع ديفيد ما انتهوش لحد كده، لأن لسه في ضحية جديدة. الشرطة لما وصل لهم النصيحة اللي قلنا عليها من الست دي كان معاهم أكتر من 160 مشتبه فيه تانيين، ومن ضمن الرسائل برضو اللي وصلت للشرطة كان في 2 تانيين بيشيروا لديفيد كمشتبه فيه في الجرائم اللي حصلت بسبب وجه الشبه اللي بينه وبين الصورة اللي عملوها للمجرم. روبرتا أصلا اللي بلغت الشرطة عن ديفيد كانت بلغت عنه قبل كده لما حصلت جرائم القاتل المتسلسل زودياك، لأنها كانت شاكة إن ديفيد هو زودياك اللي الشرطة بيدوروا عليه. هو الصراحة بما إن قضايا زودياك لسه ما اتحلتش لحد دلوقتي، فكان منطقي جدا إن الناس كلها تشك إن ديفيد هو زودياك اللي بيدوروا عليه، خصوصا كمان وإن الجرائم كلها كانت موجودة في نفس المكان ده. غير زي ما احنا شايفين الرسمة بتاعت زودياك والرسمة بتاعت ديفيد قريبين جدا من بعض. بس الشرطة اتأكدوا إن ديفيد مش هو زودياك، لأنه لما كان موجود في السجن حصلت أول جريمة لزودياك، ولما دخل السجن مرة تانية زودياك كان لسه بيبعت رسائل للشرطة. وللأسف قبل ما الشرطة يحددوا مكان ديفيد ويقبضوا عليه هيقدر إنه يرتكب جريمة جديدة بس بطريقة مختلفة شوية عن اللي احنا متعودين عليها. يوم 2 مايو سنة 1981 هيزر روك اللي عندها 20 سنة واللي كانت لسه طالبة قالت لصديقها إنها هتروح تقابل المدرس بتاعها عشان تتفرج على عربية مستعملة عايزة تشتريها. ديفيد كان هو المدرس اللي هي تقصده، وقال لها إنها هتحتاج عربية عشان تتنقل بيها بدل البهدلة بتاعة المواصلات. قال لها كمان إن في واحد من أصحابه عنده عربية مناسبة ليها، وإن ما عندوش مشكلة إنه يسلفها فلوس العربية وهي تدفع الفلوس بعدين. عشان كده هيزر كانت شايفة إن دي فرصة كويسة جدا ما ينفعش إنها تفوتها. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت مخوفة هيزر جدا إن ديفيد كان قايل لها ما تقولش لأي حد عن المكان اللي هي هتروحه. الكلمة دي كانت مخيفة جدا بالنسبة لهيزر، بس بدل ما تقعد في البيت وما تروحش المشوار المخيف ده قررت إنها تسيب رقم التليفون والعنوان بتوع ديفيد لصديقها. هيزر لما اتأخرت عن الرجوع للبيت صديقها تواصل مع ديفيد وسأله هي ليه اتأخرت. ديفيد قال له إنها ما جاتش أصلا في ميعادها وهو ما يعرفش عنها حاجة. صديقها دان قرر إنه يكلم الشرطة ويقول لهم على كل اللي حصل. الشرطة اتجهوا على طول ناحية بيت ديفيد، وهناك هيكتشفوا أدلة كتير جدا بتثبت إن هو القاتل المتسلسل اللي هم بيدوروا عليه، زي مثلا العربية الفيات اللي لونها أحمر واللي الشهود قالوا عليها للشرطة، أو الجاكيت اللي لونه ذهبي، ولو كمان كان عنده حذاء بنفس المقاس اللي بصماته كانت موجودة في الهجوم اللي حصل على ستيفن. مع كل الأدلة دي الشرطة قرروا إنهم يقبضوا على ديفيد قبل ما يرتكب أي جريمة جديدة. عملوا كمان إذن بتفتيش البيت وتفتيش العربية بتاعته على أمل إنهم يلاقوا في الحاجات دي أي دليل يثبت لهم إن هو القاتل المتسلسل. الشرطة لما فتشوا العربية بتاعت ديفيد لقوا كتب كتير جدا بتتكلم عن المشي لمسافات طويلة، ولقوا كمان شنطة كان فيها رصاص من عيار 38. كمان بعد ما اتقبض عليه بيوم واحد بس في 2 اتقدموا للشرطة وقالوا إن ديفيد اداهم مسدس روسي من عيار 38 قبل القبض عليه بيوم واحد بس، وطلب منهم يخفوا المسدس ده. الشرطة اتأكدوا إن المسدس ده كان نفس السلاح اللي حصلت بيه الجرائم اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. الشرطة استدعوا كل الشهود اللي شافوا المجرم بما فيهم ستيفن اللي المجرم ضرب عليه نار والرصاصة جت في رقبته. ورغم إن في عدد من الشهود ما قدرش إنه يتعرف عليه بسهولة بسبب دقنه،
لأن زي ما قلنا هم كانوا بيقولوا في الوصف إن ما عندوش دقن، وهو في الوقت الحالي كان عنده دقن. إلا إن ستيفن ما ترددش لحظة واحدة وأكد للشرطة إن فعلا ده الشخص اللي هجم عليه هو وصديقته. الشرطة كمان أخدوا منه عينة حمض نووي عشان يقارنوها بالحمض النووي الموجود على جسم آن، وتأكدوا إن فعلا العينتين دول كانوا مطابقين. بس للأسف وقتها الحمض النووي ما كانش الاعتماد عليه بنفس الشكل الموجود عليه دلوقتي. مع كل الأدلة دي الشرطة وجهوا لديفيد 6 تهم قتل، وهما تهمة قتل آن ألدرسون وديان أوكونيل وشونا ماي وسينسيا مورلاند وريتشارد ستيوارتس وأخيرا إيلين هانسون. ده غير طبعا شوية تهم زي الاعتداء ومحاولة الخطف ومحاولة القتل، بس للأسف ما قدروش إنهم يثبتوا عليه أي جريمة قتل تانية غير اللي احنا قلنا عليهم. يعني مثلا ما قدروش يثبتوا عليه تهمة قتل إيدا كين لأنها اتقتلت بسلاح مختلف عن اللي الشرطة لقوه معاه، وباربرا شورتس وماري فرانسيس الاتنين اتعرضوا للطعن لحد الموت، بس ما كانش فيه أي دليل يربطه بالجريمة. وأثناء الاستجواب بتاع الشرطة ديفيد كان متلعثم جدا في الكلام وما كانش عارف يتكلم، لدرجة إنه كان بيجاوب بنعم ولا وبس. ولما الشرطة كانوا لسه بيحققوا مع ديفيد وتحديدا يوم 24 مايو سنة 1981 الشرطة لقوا بقايا الجثة متحللة لواحدة عارية تماما وكانت مضروبة بالنار في راسها بنفس السلاح اللي ديفيد استخدمه في الجرائم بتاعته. الجثة دي كانت لهيزر روك اللي صديقها كان مبلغ الشرطة إنها اتجهت لديفيد قبل اختفائها، عشان كده الشرطة ضافوها للتهم اللي كانت متوجهة ليه. الأخبار لما بدأت تنتشر عن الجريمة والناس عرفوا إن ديفيد كان تحت الإفراج المشروط طول الفترة اللي كان بيرتكب فيها الجرائم، الناس كانوا متضايقين جدا وشايفين إنه لو كان فضل في السجن مفيش أي حد من دول كان هيموت. عشان كده مفوض الإفراج المشروط عمل بيان بيرد فيه على الناس وقال لهم إن ديفيد كان بينطبق عليه كل الشروط اللي تخليه يخرج من السجن عن طريق الإفراج المشروط. قال كمان إن هو صحيح إن حد يقتل 9 أشخاص وهو في فترة الإفراج المشروط ومحدش يشك فيه، فده خليني أقول إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل. خلال فترة التحقيق الشرطة حاولوا إنهم يربطوا ديفيد بعدد كبير جدا من الجرائم الغير محلولة واللي كانوا مقتنعين إن هو اللي ارتكب الجرائم دي، زي مثلا جريمة قتل كارول لافلين اللي اكتشفوا جثتها في إبريل سنة 1980 بعد شهر تقريبا من اختفائها. كارول كانت بتشتغل في محل هدايا، وفي تقارير بتقول إن ديفيد كان بيشتغل في الشركة اللي بتورد هدايا للمحل ده. بس الشرطة لما دوروا أكتر ورا الموضوع ده لقوا إن ديفيد كان بيشتغل في الشركة دي بعد شهرين تقريبا من اختفاء كارول. معنى كده إن ما كانش فيه أي حاجة بتربطه بالجريمة اللي حصلت. وأثناء ما التحقيقات كانت شغالة وتحديدا يوم 16 يونيو سنة 1981 الشرطة اكتشفوا جثة لبنت عندها 17 سنة اسمها آن مين جيفار، واللي اختفت من شهر ديسمبر سنة 1980. آن كانت بتشتغل بدوام جزئي في كافيه، وديفيد كان متعود انه يروح الكافيه ده، ورغم انه كان المشتبه فيه الوحيد في الجريمة دي الا ان ما كانش فيه اي دليل بيربطه بالجريمة اللي حصلت، لان الشرطة اصلا ما قدروش يحددوا سبب الوفاة. محاكمة ديفيد اتعملت على مرتين. اول محاكمة فيهم بدأت يوم 11 اكتوبر سنة 1983، والمحاكمة دي كانت بسبب جريمة قتل هيزر وجريمة قتل إيلين ومحاولة قتل ستيفن. الادعاء في المحاكمة دي قدموا كل الأدلة اللي تربط ديفيد بالجرائم اللي حصلت، واستدعوا كمان ستيفن اللي هو الناجي الوحيد عشان يشهد قدام المحكمة إن هو ده المجرم. الدفاع بدأ كلامه بإن في عدد من الشهود لقوا صعوبة كبيرة في إنهم يتعرفوا على ديفيد، بس الادعاء رد على الكلام ده بإن السبب في كده إن ديفيد كان طول الوقت لحيته مش موجودة، عشان كده الناس لقوا صعوبة في التعرف عليه لما ربى لحيته. قالوا كمان إن ستيفن اللي يعتبر أكتر واحد شافه كويس من قريب قدر إنه يتعرف عليه من غير أي تردد. الدفاع حاول يقول إن ديفيد اشترى السلاح اللي حصلت بيه الجريمة من فترة صغيرة، بس الادعاء نفى الكلام ده وجاب شهود من أصحاب ديفيد يأكدوا إنه فعلا كان معاه السلاح ده من فترة طويلة. في النهاية هيئة المحلفين أجمعوا إن ديفيد مذنب في جريمتين قتل من الدرجة الأولى ومحاولة قتل ستيفن. الدفاع اتدخل للمرة التانية وطلبوا إن ديفيد ما يتحكمش عليه بالإعدام بسبب الطفولة الصعبة اللي كان عايشها، بس الحمد لله القاضي ما اقتنعش بالكلام ده وديفيد اتحكم عليه بالإعدام. المحاكمة التانية تأخرت شوية وتحديدا بدأت يوم 5 يناير سنة 1988 في سان دياغو، وتقريبا الادعاء قدم نفس الأدلة اللي اتقدمت في المحاكمة الأولى. الدفاع المرة دي كان مجهز نفسه كويس وكان معاهم أكتر من 60 شاهد، معظمهم كان بيقول للمحكمة على حجة غياب لديفيد في الوقت اللي الجريمة كانت بتحصل فيه. ديفيد كمان اتكلم في المحكمة
ونفى ان السلاح اللي حصلت بيه الجريمة دي يكون سلاحه. قال لهم كمان انه كان بيوصل امه لعيادة القدم في الوقت اللي حصلت فيه جريمة قتل ريتشارد وسينسيا. وقال لهم كمان ان عنده حجة غياب في كل الاوقات اللي حصلت فيها الجرايم، بس ما عندوش حاجة تثبت حجة الغياب دي. الادعاء نفى كل الكلام ده، وقدروا يثبتوا ان اليوم اللي هو بيقول انه وصل امه للعيادة فيه، العيادة اصلا ما كانتش شغالة. في النهاية زي ما حصل في المحاكمة الاولى، هيئة المحلفين اجمعوا ان ديفيد مذنب في كل التهم الموجهة ليه، واتحكم عليه بالاعدام. سنة 2009 شرطة سان فرانسيسكو قدروا انهم يفحصوا عينات الحمض النووي في قضية ماري فرانسيس ويقارنوها بالحمض النووي لديفيد، وفعلا سنة 2010 النتائج أكدت ان ديفيد هو المجرم. في الوقت الحالي ديفيد لسه موجود في السجن وما تعدمش، ويعتبر أكبر سجين منتظر تنفيذ حكم الإعدام لأن عنده 94 سنة. ديفيد في الوقت الحالي بقى ملتزم جدا بالتعاليم المسيحية، ورغم كل الأدلة اللي موجودة ضد ديفيد إلا إنه لحد النهاردة لما بيعمل مقابلات صحفية بينفي كل التهم الموجهة ليه. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة الطويلة جدا والصعبة جدا، ومستني رأيك في الكومنتات. لو عجبتك القضية ما تنساش لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان المجهود الكبير اللي اتعمل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.